مشكلة الناس اليوم، أكثر الناس اليوم يملون من نعم الله عليهم. كيف؟ لأنه اعتاد على النعمة، اعتاد أنه يعيش في أمان، اعتاد على الصحة التي هو فيها، اعتاد على السيارة التي يركبها، اعتاد على البيت الذي يسكنه، على اللباس الذي يلبسه، على الطعام الذي يأكله، اعتاد على ما يقوم به من عبادات، من صلاة، من مشي إلى المسجد، فلا يشعر أنها نعم. هذه المشكلة، إذا اعتاد عليها وألفها ثم يتناساها شيئا فشيئا فلا يشعر أنها نعم، فيرى غيره قد وسع عليه فيشعر أنه ناقص النصيب، ما أعطي حق في هذه الدنيا، أنه مبخوس الحظ، فيبدأ يتضجر وهو يعيش في بحر من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن يبدأ يتضجر ويمل من النعم التي هو غارق فيها ولا يشعر بها. حتى قال بعض السلف: من أراد أن يعرف قدر نعمة الله عليه فليغمض عينيه، فقط يغمض عينيه ستعرف قدر النعمة. يعني تخيل لو أنك هكذا تعيش بلا عين بلا بصر. إذا اعتدت على النعم إياك أن تصل إلى هذه المرحلة، أن تمل من هذه النعم، وإذا مللت النعم لن تشكرها. إن الذي يتضجر من حاله وأنا كذا وأنا كذا وغيري عنده كذا وأنا ما عندي كذا، هذا دليل على أنه يمل النعمة التي هو فيها ولا يشكرها. ولذلك تأمل ما أجمل هذا الدعاء عند النوم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول، وكان يقول: الحمد لله الذي أطعمنا. طيب أنت الآن ستنام، يعني هذا ليس دعاء بعد الفراغ من الطعام مثلا، هذا الدعاء عند النوم. انظر، كأنك عندما تستلقي على فراشك تتذكر نعم الله عليك في يومك وليلتك. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كم من الناس من لا كافي له، يعيش جائعا، ما عنده ما يستر بدنه، في مجاعات. بعض الناس ما عنده ما يؤويه من بيت يسكنه، يكون لاجئا في العراء. الحمد لله الله أطعمنا سقانا كفانا آوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. تذكر الناس الذين هم أسفل منك فتزداد شكرا لنعم الله عليك.